هذه هي الوصفه اللي تهنيك من جرثومه المعده، والسر في هذه القنينه. تبع معايا الفيديو حتى الاخر وهتفهم كل شيء. هذه الوصفه هذه كتجينا من تعاونيه الشفائين اللي مكونه من بذور البروكولي، البروبوليس او العكبر، الشاي الاخضر، المسكه الحره والسنامكي. هذه الوصفه هذه كتخدم على انها تقتل جرثومه المعده وتعالج الاعراض اللي كتعطي. ظرف 14 يوم جرثومه المعده كتموت، ما كتبقاش. وايضا ماشي غير كتقتل جرثومه المعده، وانما كتعالج الاعراض اللي كتعطي، بحال قرحه المعده، بحال نزيف. وكتعالج لينا دوك الثقوب ودوك الجروح اللي كتسببها لينا جرثومه المعده في الجدار ديال المعده. كتكون الوصفه بهذه الطريقه هذه مع زيت جوز الهند لجرثومه المعده. هاد الخلطه هذه كتخرج 2 المرات في النهار، مورا الفطور ومورا العشاء، معلقه صغيره. وهاد الزيت هذه كتلعب الدور ديال انها كتحيد لينا دوك الاعراض وما كتبقاش تحس بديك الحرقه ديال المعده، وكتدور لينا على الجدار ديال المعده، كتنظف لينا وكترمم لينا الجدار ديال المعده. السر الحقيقي كيكمن في هاد القنينه هذه اللي كناخذوا فيها 2 بطاط ديال المسكه الحره، وكنديروا كاس صغير مورا الفطور ومورا العشاء. التريتمون ديال هاد الخير هذا لمده 90 يوم، النتيجه كتبدا من الاسبوعين الاولين. مرحبا بكم.